لو لسه بتدور على افضل استراتيجية تداول يبقى الفيديو ده ليك. في الاول لازم تكون عارف ان كل الاستراتيجيات مش هتكون مناسبة ليك، لازم تلاقي اللي تناسب شخصيتك واسلوبك في المخاطرة، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. اول حاجة لازم تحدد نوعك كمتداول، انت مين فيهم؟ متداول سريع سكالبر، يعني شخص بيحب السرعة، بيدخل ويخرج في دقايق او ساعات معدودة وبياخد نقط قليلة، جلسة واحدة ساعة او ساعتين. والنوع ده من المتداولين بيفتح لوت اعلى من الطبيعي وبياخد نقط قليلة وبيحتاج رفعة مالية عالية. بس خلي بالك ده شخص لازم يكون متحكم في مشاعره جدا، فلو انت شايف نفسك الشخص ده يبقى التداول السكالبنج مناسب ليك. لكن خلي بالك انت محتاج تركيز عالي وسرعة تنفيذ. 2. المتداول اليومي الداي تريدر، ده اكتر شخص بيستفيد من التقلبات السعرية اليومية، ده غير انه بيكون متابع كويس على مدار الاربع جلسات اليومية، بيفتح بلوت مناسب وبياخد نقط معقولة، 100 نقطة 200 نقطة على حسب، وبيحتاج رفعة مالية متوسطة. المتداول اليومي ممكن يسيب الصفقة أكتر من يوم، لكنه مش بيحب يسيب صفقات مفتوحة للأسبوع اللي بعده، بيفتح صفقات ويقفلها خلال نفس اليوم، وده في الغالب بيقلل تأثير الأخبار اللي ممكن تحرك السوق بشكل مفاجئ عليه. المتداول المتأني الهادي سوينج تريدر بيحب يستنى الفرص الكبيرة وبيفضل الصفقات اللي بتستمر الأيام وأسابيع وشهور، بيدخل بلوت قليل بس بيعتمد على انه ياخد نقط كتير، 1000 2000 نقطة، وده متداول مش بيفرق معاه الرفعة المالية، وده معناه انه متداول متأني، وده بيناسب الناس اللي عندهم صبر وعايزين يشتغلوا على الفريمات الزمنية الأكبر. فالسوينج تريدر بيحب يشتغل على المدى الطويل، فهو أقرب للاستثمار أكتر من التداول. ولو عايز تفاصيل أكتر عن المستثمرين تابع الفيديوهات الجاية، هتكلم عنهم بالتفصيل. طب بعد ما حددت أسلوبك لازم تفكر في نقطتين مهمين جدا. لو وقتك محدود ما تعتمدش على استراتيجيات محتاجة متابعة مستمرة. الخلاصة، الاستراتيجية المثالية مش اللي ناجحة مع غيرك، لكن اللي تناسب مشاعرك، راس مالك ووقتك. ابدأ جرب الاستراتيجيات على حساب تجريبي قبل ما تدخل السوق الحقيقي، وخليك دايما مرن ومستعد تتعلم. ولو عايز تعرف اكتر عن استراتيجيات التداول تابعني.